صباح الخير عليكم يلي بنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم بتشوفوا هذا الفيديو. طبعا بما انه الي ساعات قليلة تفصلنا على حياتي في الجزائر، فصرت احكي معكم بالهدرة الجزائرية. على العموم، قبل ما نبلش الفيديو حطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وخلوني احكي لكم وين رايحة. طبعا زي ما انتم شايفين رايحة على المطار تاع الجزائر، مطار حواري بومدين. رحنا كتير بدري للأسف الشديد، وهي غلطة كتير كبيرة، بس مع حماس السفر. عشان تعرفوا أنا مع حماس السفر بنسى التوقيت وبنسى كل إشي، لازم أروح قبل، تعرفوا قبل ب 12 ساعة كمان. أنا هيك بتحمس بالسفر. اليوم حعملكم جولة في المطار، بما إنه كتير أشياء شفتها حلوة فحبيت إني أصور وأخذ لكم لفتة هيك، جولة كيوت وحلوة. وللعموم إنه إحنا فطرنا أول إفطار في المطار. افطرنا في المطار في الجزائر. للأسف الشديد ما كناش عاملين حسابنا وناسية موضوع رمضان، وما أخذت معي أكل ولا أي إشي، بس الحمد لله مشيناها يعني. دخلنا على هذا المحل بيبيع كتير أشياء حلوة وتحف وأشياء بتجنن الصراحة. وهنا لفتني صور المدن اللي في الجزائر زي بجاية، طبازة. الصراحة طبازة ماما كانت تدرس فيها وكتير كان نفسي أشوفها. معلش المرة الجاية إن شاء الله يا فداء نعمل هيك بروجرام. على العموم، وشفنا طبعا الجزائر العاصمة وتصورنا عندها وهيك أجواء إدسو. وكان أكتر الصور كانت بجاية، كأنه بيحكي لي إنه هذا المكان مستحيل تنسيه يا فداء. على العموم، بجاية كانت حلوة عن جد، من أحلى المدن اللي شفتها، وكنت كتير حباها الصراحة. على العموم حضلي أحكي لكم. على العموم، هنا صحراء الجزائر أتوقع، ديجتا اسمها هيك، صح حكيته ولا لا مش عارفة. فكانت الصور كتير جذباني وهيك، وبيكتبوا ورا الصور هيك رسالة إذا بتجيبوا هدية لشخص عشان يعرف إنه هاي الهدية من الجزائر. وأكتر شغلة لفتتني في المطار وما أحكي لكم، مش حرفيا هذا المحل بيجنن. تعرفوا يسلموا على الإنسان اللي قاعدة بتعمل حلويات في هذا المكان. أحلى حلويات دقتها بالجزائر وحياة الله. بتعرفوا بتجنن. أنا جبت، وحيكون الفيديو إن شاء الله حينزلكم هاي الفترة، جبت حلويات من هذا المكان. الصراحة بتستاهل السعر والطعم بجنن. وخليني أحمسكم، انتوا حرين. المهم، فكان الحلويات كتير طرية مع انه اكلتها بعد اسبوع من السفر. يعني عن جد انا ما توقعت تضلها بهالطراوة وبتضلها بنفس اللذة وما خربت. يعني مش قصدي انه خربت بالطعم، لا يعني قصدي تكسرت او اشي. المهم، جبت اكتر من نوع حتشوفوه بالفيديو. هذا مكروت مسكر، انا بحب المكروت اللي معسل. تمام. في اشياء كانت جديدة يعني، ما كانت من زمان. هاد قلب اللوز كتير مشهور في الجزائر، وهذا القسم أغلبه حلويات جزائرية برمضان. يعني حتى برمضان إلهم حلويات خاص نص إلهم. عن جد بتجنن. وطبعا هنا كان في حلويات على شكل فواكه وأشياء، بس الصراحة ما جبت منها، نسيت إني أختار منها. بس أنا جبت أشياء اللي هي بتكون كتير مشهورة في الجزائر. وبضل بعيد وبكرر بحكي من أحلى الحلويات اللي دقتها. هاد قسم المفضل مكروت المعسل، كتير بحبه كتير. وهاي أتوقع اسمها مش عارفة، نسيت، احكولي بالتعليقات. والصراحة أنا كنت أصور والدنيا لسه رمضان وهيك صيام يعني، وكان نفسي بحكي لماما بعد الأذان بدي أروح أشتري من عندهم. وأجى الأذان وصلينا وأكلنا وما شريت، لأنه سبحان الله أنا لما أسافر أو لما أكون طالعة على مكان ما باكل، بنسى الأكل وحياة الله بالحماس. يا جماعة، في حدا زي بنسى الأكل من حماسه لا إشي، أو لا حماسه إنه طالع. والله أنا حتى لما أطلع طلعة
عادية بسيطة بنسى الأكل. ماما بتحكي لي جعتي، أنا بحكي لها لا ما جعت، يعني بضل طول النهار مش ماكلة من كتر ما حماسي لأشياء أو حتى طالعة هيك بسيطة. المهم هذا البرفان موجود في المطار، هو أتوقع منتج جزائري، والريحة ما شاء الله ما شاء الله قوية، يعني عن جد أنا شميت عندهم ريحة بتجنن يعني قوية. طبعا هنا القسم المفضل، وهل يعقل فداء تمشي من الجزائر وما تجيب التمر الجزائر؟ لا طبعا، لا طبعا. أنا أكتر إشي حفقده في الجزائر التمر يا جماعة، عن جد تمر الجزائر عقد ما هو طري، عقد ما هو إله هيك طعم، عقد ما هو مش عارفة أوصف لكم، يعني دقت تمور الدنيا كلها. تمر الجزائر الإشي الوحيد اللي أنا تعلقت فيه حرفيا. يعني أنا كل يوم قاعدة بصور لكم هذا الفيديو تقريبا اليوم 21 رمضان، جبت كمية تمر معاي والله كنت خايفة ما تدخل معاي على الطيارة، والله عن جد من كتر ما هي زاكية ومن كتر ما هي مش عارفة أوصف لكم. هنا كان أشكال التمر هيك هذا تمر بس على شكل تاني، يعني إنه حاطين عليه حلو وأشياء شوكولاتة وأشياء زي هيك. الصراحة ما جربته، فأنا جبت التمر الأصلي يعني هيك بدون تزيين وبدون إشي. تمام. هنا كان في محل بيبيع كمان أشياء جزائرية وألبسة جزائرية، إشي خرافي كل مكان عن جد كان يجذبني أكتر من التاني، يعني تحسوا أنا داخلة على مول مش على مطار حرفيا. وأكتر شغلة كانت تجذبني في الجزائر، أي مكان لازم يحط إشي عن فلسطين أو يبيع إشي عن فلسطين، والصراحة إشي عن جد ملفت النظر وكتير الواحد بيكون فرحان. وهنا أذن المغرب الحمد لله، رحنا على المصلى وقرأت قرآن وصليت، وحرفيا حرفيا كانت مشاعري عن جد بقولكم بتجنن بتجنن بتجنن. حياة جديدة، كل إشي كان جديد، قرار جديد هيك أجا بالصدفة. أنا من النوع اللي عن جد باخد قراراتي هيك فجأة، بحكي خلص يا بكون قدها يا ما بكونش، فاهمين كيف؟ على العموم دخلنا على الأسانسير ورحنا على الطابق الأسفل هيك اللي تحت، هذا الطابق اللي بيستقبلوا فيه الأشخاص اللي بيجوا من المطار، وكانوا كتير أسمعهم بزغرتوا وهيك أشياء عن جد شعور بجنن. هنا صورت لكم فطورنا الخفيف الظريف، كانوا مسافرين معنا من العمرة رايحين إن شاء الله، فطعمونا كسرة وتمر. الصراحة كل ما أسافر، وهذا أكتر إشي بيجذبني في سفري وبحكي ربنا دايما مسهلها معاي، كل سفري مع المعتمرين عن جد أنا بنصدم. حتى في غزة لما طلعت كانوا معي معتمرين، ولما رحت على مصر طلعت على تركيا لأول مرة كانوا معي معتمرين، ولما أجيت على الجزائر كانوا معي معتمرين، ولما طلعت من الجزائر برضو كان معي معتمرين. الإشي بيجنن، بتحسوا هيك بأمان، وتحسوا عن جد ربنا مسهل حياتكم بأبسط الأشياء. بتحسوا إنه هذا الإشي ممكن موقف هيك صغير تفكروه إشي بسيط، بس عند ربنا عن جد ما أحلى. هنا هذا الكافي كان مجذب النظر، وماما حكت لي أصوره وهيك أفرجيكم. عن جد في كافيهات كانت بتجنن، بس زي ما انتوا عارفين الدنيا ليل وهيك ما في حركة أو ما في حدا موجود. تمام. طبعا انتوا بتخيلين أنا ضليت صاحية 24 ساعة من كتر حماسي، من كتر فأنا خلص يعني كيف أحكي لكم، بدي أستنى بأي وسيلة أوصل للأراضي التركية من كتر ما أنا اشتقت لها، مش عارفة أوصف لكم شعوري. على العموم وأخيرا أجا الصبح،
أجل النهار تاني يوم وبلشنا بإجراءاتنا للسفر. من أحلى الأيام اللي قضيتها زي ما حكيت لكم، هي المعتمرين موجودين معانا في كل طيارة، لازم يكون معتمرين معنا. تحس والله عن جد ربنا هيك مسهلها معاي عن جد. يا رب هذا الرمضان قبل ما يخلص ربنا يحقق لكم كل أمنياتكم ويرزقكم عمرة، ويرزقني أنا وماما كمان عمرة. ادعوا لي هاي الدعوة بالتعليقات، وربنا يفرحكم، وإن شاء الله هاي السنة قبل ما تخلص تكونوا محققين كل دعاويكم اللي دعيتوها في رمضان. طبعا هنا بعد ما خلصنا بإجراءات الجواز، لأنه ما بينفع أصور هناك، فطلعنا للقسم الثاني اللي هو إحنا بنستنى فيه الطيارة. فهلأ قاعدين بنستنى الطيارة وحنشوف إيش حيصير. وفي حدا بنكر إنه أحلى جواز السفر وأحلى ممر السعادة. ما في إشي بيسعدني قد ما أنا بمر هذا الممر وأختم جوازي. بتحسوا براحة، بتحسوا سبحان الله إنكم خلص وصلتوا للي بدكم إياه، وصلتوا لأحلامكم. يعرفوا كل ما أسافر بتذكر أغنية رابح درياسة لما كان يحكي كان عمري 20، عشان عن جد إحنا بعمر 20 خسارة نخسره بأشياء ما إلها فايدة. إنك تخسر حياتك أو إشي عشان حدا صعبة، بس توصل لعمر 20 أو بالعشرينات وتستغل كل فرصة بحياتك وكل دقيقة بحياتك تسعد روحك. عن جد هاي أحلى أشياء السعادة وأحلى قمة السعادة عندي. وهنا وصلنا وأخيرا إلى الأراضي التركية، وأخيرا رجعت أحكي تركي. مش عارفة أوصف لكم شعوري عقد ما أنا كنت مشتاقة إني أرجع وأحكي وأرجع لحياتي وهيك. هنا برضو إفطارنا الرابع. يعني أنتوا بتخيل بعد جد بحكي لكم 24 ساعة بالمطار. المهم إفطارنا الرابع كان في مطار اسطنبول، وطبعا شريت شاي وأجواء هيك. طبعا هلا احنا في الطيارة الثانية. الصراحة أنا تعبت من هلك. Sayın yolcularımız, lütfen el bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişe müsaade ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dear passengers, we kindly request that you avoid blocking the aisle while passing your hand luggage and overhead. Thank you for your understanding. هلا احنا بدنا نروح على غونيا ان شاء الله، وبس اوصل هناك بكمل لكم الفيديو. شوفوا كيف عيني من التعب، الي يومين مش نايمة. معلش اهم اشي عند الشباك. وهذا كان سحوري كمان في الطيارة. تقريبا ضايل لي نص ساعة أو أقل حتى وأوصل إلى مدينتي اللي هي غونيا. وأخيرا وصلت والحمد لله. كانت سفرية بتجنن، وعلى القليلة إنه حققت إشي أنا بدي إياه. إن شاء الله أستناكم بفيديو جاي، ويعني تنبسطوا بحياتي في تركيا إن شاء الله لقدام. وبحبكم كتير، وشكرا على دعمكم، شكرا على تعليقاتكم، شكرا على كل إشي. استنوني بفيديو جاي. مع السلامة.